السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديليس دو مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا هذا الدجاج هذا في الفرن. كيجي رائع ولذيذ هشيش وسهل في التحضير، مرافق مع واحد الارز بالخضر حتى هو لذيذ بزاف. تابعوا معايا الفيديو للاخير باش تعرفوا على الوصفه. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا معلقه ديال الزبده تكون بغرفه حراره المطبخ، ما تكونش بارده. غادي ناخذوا البهارات، كاينه التحميره، سكينجبير، شويه الابزار والكركم، معلقه صغيره من كل حاجه. البزار نص معلقه. وهنا عندي البهارات ديال الكبسه، شريتهم واجدين، كنضيف منهم 2 معالق. الا ما عندكمش تقدروا ديروا ديال الشاورما حتى هما كيجيو زوينين. عندي هنا عصير حامضه، 3 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، غادي ندير شويه ديال صويا صوص، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال صوص صوجا. والملحه غادي غير نرش واحد الرشيشه صغيره، لان كلشي هادشي مالح الحامض والموتارد. غادي ندير 3 المعالق صغار ديال الموتارد. وصوص الصوجا حتى هي كتكون حامضه مالحه، فالملحه الا ما ديروهاش ولا ديروا غير شيشه باش ما يجيكمش باسل. درت شويه ديال زيت الزيتون وصافي. غادي نخلط هاد العناصر كلها اللي عندي. هذه هي التتبيله اللي غندير لهاد الدجاج هذا. تقدروا ديروها في الصباح الا كنتو غادي طيبوه في العشيه، ولا كنتو غتخدموا به في بغيتوه يعني الغدا، ديروها في الليل خليوه يترقد في هاد التتبيله باش يجيكم لذيذ اكثر ورطب، لان باش ما كيبقى فيه الحامض وهاد البهارات كتبات فيه كيجي كيطيب دغيا. الدجاج بطبيعه الحال راه مغسول مزيان بالملحه والحامض ومسقطر. صافي غادي ندخل هاد التتبيله هادي في الدجاج كله، غادي نلبسو بهاد التتبيله وتحت دوك الجليدات وفي الفخيضات. وغادي ناخذ واحد الموس وغادي نتك به هاد الدجاج ديالي. صافي غادي نعقد هذوك الرجيلات، حيت هنا في اوروبا ما تيكونش الدجاج عندنا فيه ديك البلاصه فين كنديروا الرجلين، فكنعقدو بالخيط وغادي نديرو في اللاطه ديال الفران. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نديرو فيها. غادي نضيف عليه واحد شويه ديال الماء القليل فقط باش ما تلصقش لينا هاد العطريه قبل ما يطلق الدجاج الماء. صافي في هاد الاثناء الفرن راه سخون. غادي نغطيه بورق المطبخ والبابي الومنيوم وغادي نخليه تقريبا ساعه عاد غادي نعري عليه. صافي شويه ديال الماء قلت لكم ما كملتش هاد 4 كاس صغيور هاد الكاس، يعني غير نقيطات ديال الماء. صافي غادي نغطيه، غادي ندخلو الفران نخليه كيطيب ساعه تقريبا. غادي نعاودو نعريو عليه، غادي نلقاوه طلق الماء بزاف. هذاك الماء اللي طلق كنحيدو في واحد الكاسرونه وكنعاود نرد الدجاج يتحمر. هنا غادي ندوزو باش نوجدو الارز اللي غادي نرافقو به هذا الدجاج هذا. هنا غادي نحتاج نصف كاس ديال زيت الزيتون. غادي ندير دابا نصف الكميه. هاد الرز هذا كيجي فيه المذاق ديال زيت الزيتون مع الكركم، كيجي رائع البنات. هاد الرز هذا جربوه غادي يعجبكم بزاف بزاف انا متاكده. غادي ندير واحد البصله مشلضه، غادي نخليها شويه حتى يتبدل اللون ديالها، وغادي نضيف عليها 2 حبات ديال الجزر مقطعين مكعبات. وغادي ندير جلبانه. هنا اللي ما عندوش الجلبانه يقدر يدير الفلفله الوان ولا الفلفله خضراء. صافي غادي نحرك هاد الجلبانه والبصله وخيزون وغادي ندير عليهم شويه د الملحه وغادي نغطي عليهم نخليهم شويه حتى يبدا يدخلهم الطياب. وفي هاد الاثناء راه عندي خديت زلافه ونص ديال الرز
الروز الاصفر غسلته من قبل وخليته كيتسقطر باش ينشف. صافي هنا هاد الخضر ديالنا ها هي بدا كيدخل على الطياب، تبدل اللون ديالها. غادي ناخذ هذاك النصف الاخر ديال زيت العود اللي بقى عندي غادي نضيفو. غادي ندير الكركم، هنا درت 2 معالق صغار ديال الكركم، كي قلت لكم كيجي فيه المذاق ديال الكركم وديال زيت العود. غندير شويه ديال الابزار فقط لا غير، ما عادش ندير باقي التوابل، كندير غير الزعفران، كندير غير الزعفران البلدي والابزار. صافي هاد الروز هذا كيكون ناشف كما كتشوفوا. غادي نبقى نحركو مزيان حتى يدخل فيه هذاك الزيت وهذيك البهارات. انا حاجتي به الزيت يعني يتلبس كله بالزيت. وهنا في هذا الاثناء راه غادي ناخذ، درت زلافه ونص ديال الروز، درت 3 ديال الزلايف ديال الماء كيسخن، الماء غليان. غادي ناخذ 3 ديال الزلايف يعني الضعف ديال الكميه ديال الروز. صافي دابا انا لبستو مزيان بهذاك الزيت وهذاك البهارات اللي عندي. غادي نجيب الماء غليان وغادي نضيف 3 ديال الزلايف. انا هنا كنت درت 4 نقصت وحده، وهنا دابا 3 ديال الزلايف هادو ديال الماء. صافي ما غاديش نعاود نحركو، غادي نبقى نحركو مره مره ولكن ما غاديش نعاود نضيف ليه الماء نهائيا. غادي نحركو، غادي نغطي عليه وغادي نخليه يطيب على خاطرو، يعني ما تجهدوش عليه العافيه، نقصوا عليه العافيه وخليوه. هنا الدجاج ديالي من بعد ما طاب ها هو كيجي في هذا الشكل هذا. كما قلت لكم ديك المريقه ديال الدجاج خديتها درتها في كاسرونه قبل ما يتحمر الدجاج، وزدت عليها معلقه صغيره ديال النشا وخليتها كتغلى. الدجاج ديالنا ما دهنتوش، خليته كيتحمر كيما هو، راه فيه الزبده فيه كلشي، كيجي اللون ديالو زوين. الروز كيجي رائع، ما كيجي حبه حبه ما كيلصقش. ودرت واحد الطبق ديال سلطه ديال مشكله فيها الخيار مطيشه باربا لافوكا والمايس والخس. كما كتشوفوا هاد الصلصه كتجي خاطره، كتجي لذيذه بزاف. جربوا هاد الوصفه ديال اليوم غادي تعجبكم ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وما فيها باس اللي شاف الفيديو يخلي لي لايك وتعليق. وبسلام عليكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.